تركيب الرموش من اكتر الحاجات السيئة اللي ممكن تعمليها عشان تأذي بيها عينك. وشفنا نماذج كتير قوي لبنات جالها حساسية وتورم في الجفن والتهابات شديدة جدا مزمنة بتقعد وقت طويل قوي عشان تتعالج منها. في الفيديو ده هقولك على احسن وصفة على الاطلاق لتطويل الرموش وانباتها، وده عن تجربة. وهقولك كمان على اسم قطرة هتديكي نتائج اسرع وهتنبتلك رموش كمان جديدة. مكونات الوصفة دي موجودة في كل بيت عندنا. هي عبارة عن شاي اخضر وشاي اسود. هتغلي كوباية مية، وبعد ما تغلي هتشيليها من على النار، وهتجيبي معلقة صغيرة شاي اسود ومعلقة صغيرة شاي اخضر وهتحطيهم في كوباية المية وتغطيها وتستني لحد ما تبرد خالص، وبعدين هتشيليها في برطمان ازاز او في علبة ازاز. ما تستعمليش في الوصفات اللي بتحطيها على وشك حاجة بلاستيك. حطيه في برطمان ازاز زي ده او بايركس وحطيه في التلاجة. كل يوم الصبح هتطلعي البرطمان ده من التلاجة وتجيبي حتة منديل كالنكس كده او حتة قطنة وتعصيها من السائل ده وتحطيها، تغمضي عينك وتحطيها على دايرة العين كلها، الجفن من فوق ومن تحت والرموش وانت مغمضة عينيكي. تريحي راسك على ورا وتسيبيها المنظر ده على العينين لمدة من 20 ل 30 دقيقة. هتكرري الموضوع ده مرتين في اليوم او 3 مرات على قد ما تقدري، مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما تنامي، او لو تقدري كمان تعمليهم 3 مرات، مرة كمان في نص اليوم. الحركة دي بتقعدي بيها حوالي من 20 ل 30 دقيقة، وبعد ما تخلصي بتقفلي طبعا البرطمان وبترجعيه في التلاجة تاني. البرطمان ده او الجزء اللي انت بتعمليه يعني مثلا نص كوباية او كوباية مية بالمنظر ده، دي هتقعد معاكي 4-5 ايام. الوصفة تكرريها او المية دي تعمليها كل 4-5 ايام، يعني ما تقعدش في التلاجة اكتر من 4-5 ايام، وتكرريها تعمليها تاني من الاول. المزج بين الشاي الاسود والشاي الاخضر دول من اقوى مضادات الاكسده اللي بتنشط الدوره الدمويه عندك وبتحفز نمو بصيلات نمو الرموش عندك. الوصفه دي انا كنت بعملها للهالات السوداء وللخطوط الرفيعه اللي تحت العين، وكانت انا على طول بعملها من فتره طويله قوي من كذا سنه، وكانت بتجيب معايا نتائج حلوه قوي في الهالات وفي الخطوط اللي تحت العين وفي الانتفاخات اللي بنصحى كلنا بيها. لكن انا لما اديت الوصفه دي لكذا حد من اصحابي قالوا لي ان هي نجحت معاهم جدا، او ان هم اتفاجئوا بان الرموش بتاعتهم طولت، بس بعد فتره بتقعد مش اقل مثلا شهر ونص، 6 اسابيع او 7 اسابيع علشان تبتدي تشوفي نتائج فيها في الرموش. لكن هي في الانتفاخات والهالات بتجيب نتيجه من اول اسبوع. لكن انا ما لاحظتش موضوع نمو شعر الرموش ده من الوصفه دي، لان انا على طول من سنين انا بستعمل نوع قطره للرموش والفراغات اللي في الحواجب. القطره دي انا قلت لكم عليها قبل كده وهقولها لكم تاني دلوقتي. القطره دي من الحاجات الحلوه جدا ومن اقوى الحاجات اللي بتجيب نتائج سريعه جدا، يمكن في 10 ايام بتبتدي تلاحظي الفرق. لو في رموشك او في حواجبك او في فراغات في شعر حواجبك بتلاقي الفرق، اللي ابتدت الشعيرات تبتدي تطلع والرموش بتتقل جدا وبتنبت شعر جديد. من اسرع الحاجات اللي استعملتها وانبتت شعر الرموش. القطره دي اسمها زلاتان اهي، هي دي كده بالظبط. القطره دي اتكلم عليها ناس كتير جدا واتكلم عليها دكاتره. من الحاجات الحلوه جدا السريعه جدا، سواء عندك فراغات في شعر الحواجب او عندك فراغ في شعر الرموش او رموش ضعيفه او خفيفه، اي حاجه في منطقه الرموش وفي منطقه الحواجب دي بتعالجها على طول. بنستعملها ازاي؟ بتحطي نقطة صغيرة من القطرة على طرف صبعك وبتمرري على خط الرموش اللي من فوق ومن تحت، وبتقفلي عينيكي ثواني كده 10 ثواني ولا حاجة بس كده خلاص. وبعد كده خلاص بتنامي. ممكن تستعمليها 2 أو 3 في اليوم، وانا كنت بستعملها مرة واحدة بس بالليل قبل ما انام، وبتجيب معايا نتائج حلوة جدا. ولو عندك برضو فراغات في حواجبك وعايزه تملي فراغ معين، نفس القصه برضو، بتحطي نقطه على طرف صبعك وبتحطيه في المكان اللي فيه فراغ عندك. حذير القطره دي ان انت ما تخليهاش تلمس الجلد اللي حوالين العين عشان ما تغمقش وتعمل هالات، وما تدخليهاش برضو جوه العين علشان ما يحصلش التهابات او اي مضاعفات. يعني هي بس تلمس خط الرموش بتاع عينك او خط الحواجب. شوفي انت عايزه تستعمليها في ايه.
حاجة مهمة برضو على القطرة دي لازم تبقي عارفاها، القطرة دي لازم تتحط في التلاجة حتى وانتي بتشتريها. لو لقيتي صيدلي يطلعها لك من دولاب عنده مش المهم مش محطوطة في التلاجة، يبقى القطرة دي بايظة، وبعد ما تستخدميها تحطيها في التلاجة على طول. القطرة دي لو طلعت بره التلاجة كل المواد الفعالة اللي فيها بتبوظ. طبعا لو انتي الرموش عندك خفيفه او الحواجب عندك خفيفه، ده حاجه من صغرك طول عمرها بالمنظر ده، فانتي ما ينفعش توقفي لا الوصفه ولا القطره. يعني زي انتي بتستعملي الوصفه وجابت معاكي نتيجه ما ينفعش توقفيها، بتستعملي القطره وجابت معاكي نتيجه ما ينفعش توقفيها، لانك بمجرد ما توقفي هترجع كل حاجه زي ما كانت. لكن لو انتي اساسا طول عمرك شعر رموشك تقيل مفيش مشكله، وشعر حواجبك برده ما فيهوش مشكله، وحصل حاجه عرضيه هي اللي خلت الشعر يخف من عندك، تغيير بقى هرمونات، ستريس، حمل، رضاعه، اي حاجه من دي، فانتي بمجرد ما الهرمونات تتظبط عندك والفيتامينات اللي في جسمك او المعادن اللي في جسمك تتظبط مع الوصفه دي او القطره دي، خلاص لما توقفيها الدنيا هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتقع ولا حاجه. ولكن انا انصحك ان انتي تفضل كوقايه، يعني ممكن ما تستعمليهاش كل يوم، لكن ممكن تستعمليها يوم ويوم لا، برضو كوقايه ان احنا مع تقدم في العمر ومع الاسترس واحنا معرضين يحصل اي ضغط عصبي، تغيير هرمونات، اي حاجه، وهي اول حاجه بتتاثر عندنا على طول نمو الشعر والبشره. طبعا اي حاجه عندنا في جسمنا بتحصل فيها تغيير على طول بيظهر في الشعر وفي البشره، فانا انصحك بان الحاجه دي تفضل معاكي كحاجه وقائيه، تستعمليها مثلا يوم ويوم لا، او مرتين 3 في الاسبوع زي ما انت عايزه، لكن المهم ما توقفيش. اخر حاجه هنصحك بيها ان اي حاجه تخص الشعر، سواء شعر راسك او الرموش او الحواجب، يبقى في مشكله عندك في المعادن اللي في الجسم، واهم معدن عندك في الجسم بيأثر في الحاجات دي هو الزنك. فانت لو في اي مشكله عندك قبل ما تبتدي تعالجي وتخشي في وصفات، لازم تعملي تحاليل الاول وتطمني ان الفيتامينات اللي في جسمك تمام ومظبوطه، عشان ما تروحيش تصرفي فلوس كتير وتطلع على الفاضي. لان انت لو في حاجه عرضيه عندك في جسمك مهما عملتي من وصفات مش هتجيب معاكي اي تاثير خالص، فما تصرفيش فلوسك قبل ما تتاكدي ان مفيش حاجه عرضيه تستحق انك تاخدي علاج ليها، او تاخدي كفيتامين اورال مثلا. لو انك تطمني الاول على نفسك، بعد ما تطمني وتلاقيتي الدنيا تمام ابتدي اشتغلي على الوصفات، ومفيش مشكله ان انت تشتغلي مع الوصفه مع العلاج او الفيتامينز اللي انت بتاخديه عشان تسرعي اللي انت عايزه تعالجيه في جسمك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.